السلام عليكم. مساء الخير على الجميع. رسالتي اليوم إلى معالي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء. يا معالي رئيس الوزراء، الشعب المصري مش هو اللي انت بتشوفهم في الساحل الشمالي. الشعب المصري مش هو اللي انت بتشوفهم في مدينتي ولا في التجمع ولا في العاصمة الإدارية. الشعب المصري يا معالي رئيس الوزراء اللي احنا بنتكلم عليه اللي هم الناس المحدود الدخل، او بمعنى صح معدوم الدخل، اللي هم بنسبة 60% من الشعب المصري اللي عايشين اليوم بيومه. منهم فئة عايشة على شغل اليومية ومنهم فئة عايشة على الضمان الاجتماعي. الناس دي تعيش ازاي وسط غلاء الأسعار بالشكل المهول ده؟ يا معالي رئيس الوزراء، انت مسؤول عن الناس دي، بس انت مش مسؤول عن اللاجئين. انت متحملني ذنب او بتحملني هم لاجئ هو اللي خرب بلده، هو اللي دمر بلده. انا مالي وماله؟ انت ليه تحمل نفسك وتحمل الدولة وتحملني انا كمواطن مصري؟ تحملني حمل مش بتاعي ولا ليا دخل فيه. هم ناس خربوا بلدهم بايديهم، اجيبهم انا عندي اعمل بهم ايه اساسا؟ يعني هم ناس 3/4 تبع الاخوانجيه، وكلهم كانوا مؤيدين الاخوانجيه دي في بلادهم. ولما الدنيا ما ظبطتش معاهم وما فلحوش بمعنى صح هناك، رجعوا وجم على مصر. انت استقبلتهم جيت حملتني انا الفاتوره بتاعتهم. انا ذنبي ايه؟ انا مالي؟ انا من 2012 وانا مستني ان الدوله اقتصادها يتحسن وامورها تبقى طيبه على اساس انا دخلي يزيد. اما انا الان دخلي ما بيزيدش، انا دخلي بينزل في النازل، واذا زاد ما بيكفيش. انا اعمل ايه كمواطن مصري من الفئه المساكين، الفئه محدوده الدخل، الفئه معدومه الدخل؟ انت تحملهم فاتوره الناس ديت ليه؟ تحملهم فاتوره اللاجئين ليه؟ الناس اللي عايشه في الساحل الشمالي ولا في مدينتي ولا في التجمع ولا في العاصمه الاداريه، الناس دي مش فارقه معاها. الناس دي بالنسبه لهم الامور الحياه زي الفل. يعني الله يرزق الجميع. لو كيلو اللحمه صار ب 2000 جنيه ما عندهمش مشكله، لكن احنا بندور دلوقتي على الفئه المطحونه، الفئه الغلبانه، الفئه المسكينه، الفئه اللي اذا اشتغلت هتاكل، اذا ما اشتغلتش مش هتاكل، اذا مرضت قدام منها امرين: يا اما يتعالج يا اما ياكل، والاثنين امر من بعض. الناس دي تروح فين؟ الناس دي مين المسؤول عنها؟ مش انت يا معالي رئيس الوزراء انت المسؤول عنها؟ مش انت المفروض توفر لهم حياه كريمه زي ما الرئيس عبد الفتاح السيسي قال، وفي صندوق باسم حياه كريمه في مصر؟ الناس دي هتعيش ازاي وسط الغلاء الفاحش اللي حاصل ده؟ وكل ده بسبب اللاجئين. يا معالي رئيس الوزراء الله يرضى عليك، بص لشعبك وبص لاهلك وبص لناسك. انت اللي هتتحاسب امام ربنا عن الناس دي. انت ولا الشعب المصري مسؤول عن اللاجئين. انت ما تحملش نفسك وتحملنا فاتوره احنا ملناش دخل فيها نهائي. الله يرضى عليك يا معالي رئيس الوزراء. الشعب وصل لاخره، وانا والله انا راجل مصري وبحب بلدي وبخاف على بلدي، وبزعل لما الاقي واحد من اللاجئين يطلع يصور بلدي ويسوق لبلدي تسويق سيء ويسيء لاهل بلدي ويسيء لشعبي. انا بزعل. وكمان يعني صاحب المحتوى مش ذا اهميه بالنسبه لي، ولكن نبص نلاقي اللاجئين مؤيدين لكلامه وقاعدين جوه مصر عايشين في امن وامان ومبسوطين، وكمان بيطلعوا يسيئوا لمصر في اللايفات بتاعتهم. ده شيء يقهر وشيء يزعل. ده اللي استفز الشعب المصري. لهم عندنا 14 سنه بس استفزونا واستفزوا الشعب المصري، واحنا ناس دمنا حر. ما نقبلش ان حد يبقى قاعد في بيتنا ويهنا، يبقى بياكل اكلنا ويهنا. على اساس ايه؟ اساس هو بيجب عليا ولا هو كسر عيني؟ يرجع بلده الله لا يرده، يروح يعمر بلده. مش هو بيقول ان هو يعمر مصر؟ يروح يعمر بلده، يروح يرفع اقتصاد بلده، يروح يدافع عن بلده، يروح يحرر ارضه. احنا مطلبنا معالي رئيس الوزراء مش بنطلب مطلب شخصي، ولا احنا بنطلب شيء يعني مش من حقنا. لا، احنا عندنا ناس فئه من الشعب هي اولى. وانت ادرى الناس بالكلام ده يا معالي رئيس الوزراء. انتوا ليه مش باصين للناس ديت بنظره الرحمه، بنظره ان هم اولى، ان هم دلوقتي ابناء الشعب وابناء الوطن؟ يوم ما الوطن بيحتاجهم بيلاقيهم. اما اللاجئ ده يوم ما مصر تحتاجه هتلاقيه وين؟ اذا كان ما وقف مع بلده هيقف مع
ده هيقف مع مصر يا معالي رئيس الوزراء. الله ما شفناه ولكن بالعقل عرفناه. فرجاء رجاء يا معالي رئيس الوزراء، اتمنى من الله ثم منك انك في 30/6 نلاقي اخبار تسر الشعب المصري، نلاقي اخبار ترضي الشعب المصري، نلاقي اخبار ترضي الناس المساكين اللي عايشين عيشه ما يعلم بها الا رب العالمين. وتحياتي للجميع.